السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات نمبرز أند جولز اف سي. لو أنت مش جايب كوباية شاي معاك فهات كوباية شاي عشان النهاردة مع بعض عن مباراة الأهلي وفاركو اللي لسه خلصانة. نتكلم على حكاية الطرد اللي موجودة في الدوري المصري بالذات الإسماعيلي وبيراميدز، يعني أول ماتشين جالهم طرد وكده. فيلا بينا نشوف إيه اللي معانا. هنبدأ الأول بمباراة بيراميدز والإسماعيلي. انا مش عارف ايه حكايه الطرد، يعني النهارده كمان محمد هاني طرد، فهنتكلم طبعا في حته محمد هاني ولكن نخليها في الاخر بعد ما نتكلم عن الماتش. علي وبيراميدز انا ما شفتش الماتش قوي برضه. بس اللي عرفت ابرز الحاجات اللي كانت موجوده، يعني بيراميدز كسب في الاواخر في الدقائق الاخيره. مروان حمدي اول ماتش اتطرد منه لعيب قدام وادي دجله، وليد الكارتي. امبارح قدام المصري في ياتا توريه، فاتنين في خط الوسط واخدين انذار، مش فاهم في ايه. كمان نفس الكلام الاسماعيلي، اول ماتش كان محمد عمار، تاني ماتش قدام بيراميدز محمد ايهاب. فانا مش فاهم ايه حته الطرد اللي كانت موجوده دي. نتكلم مع بعض بقى في مباراه فاركو والاهلي. المباراه انتهت 4-1 للاهلي. هنتكلم فيها تشكيله بدأ بها ريبيرو، وانا احييك يا ريبيرو على بدايه التشكيله دي. انت كده بدات تركز، بدات تشوف اخطائك، بدات تعدل عن الماتش الاول. انا شايف يا ريبيرو التشكيله دي تمام، هنتكلم مع بعض فيها. طبعا لعب في حراسه المرمى شوبير. انا معاك اللي هو المفروض كان يلعب النهارده عشان ما الغلطه اللي عملها الماتش اللي فات، اللي هو اللي مش قوي مش هيشيلها هو بنسبة 100%، أو هيشيلها مثلا ب 50 4 45%. إن هو ما تخسروش لأن أنت هتحتاجه. وبناء على اللي أنت قلته أنت هتحتاجه، أو هتدوره ما بينه وما بين الشناوي. فأنا شايف إن أنت كان معاك حق أنت تلعبه النهارده. طيب، معاك يمين هاني، شمال كريم فؤاد، وانا شايف ان كريم فؤاد الصراحه عامل شغل عالي عن محمد شكري لسه ما ضافش، لسه ما شفناش منه المنتظر منه. يعني احنا كنا بنشوف سيراميكا عامل اداء عالمي، عامل ماتشات جميله. هنا اهلي لسه ما شفناش منه قوي. النهارده لعب كريم فؤاد. طيب، اتنين في القلب، ياسين مرعي بسم الله ما شاء الله عليه. انا شايفه هيبقى محمد عبد المنعم الجاي. لعيب بسم الله ما شاء الله عليه، لعيب بساطته حلوه. لعيب بيعرف يلعب كرة كويس قوي. حاسه هيبقى خليفه محمد عبد المنعم. معاك جنبه اشرف داري النهارده عامل ماتش عالمي. يعني انا شايفه لعيب مش وحش، ولا لعيب اللي هو السوبر. هو لعيب في الوسط، بس النهارده عامل ماتش جميل. انا كنت شايف ان بيكهام يلعب، بس لا، هو الصراحه النهارده عمل ماتش حلو، ما اقدرش اقول اللي هو كان وحش. طيب، محمد هاني برضو ما كانش، يعني النهارده عامل اداء عالمي. هنتكلم مع بعض، بس خلينا نقول التشكيله ونتكلم كده واحنا بنقول التشكيله. طيب، معاك ديانج. انا شايف يا ريبيرو ديانج ما يقعدش دكه لاي حد يا ريبيرو. برضه هنتكلم برضه في التغيير اللي انت غيرته في الدقيقه 67، هنتكلم فيه. بس انا شايف ديانج ما يخرجش من التشكيل. ديانج تحطه وتحط بقيه التشكيل. ديانج لعيب في خط النص ما شاء الله عليه، مفسد الهجمات ويقدر يبني لك لعب. يعني بسم الله ما شاء الله، لياقته البدنيه كويسه جدا، بيعرف يجري كويس قوي. ف برضه بدأ يظبط حته الباص عنده شويه، بدأ يعرف يمسك الكرة ويتقل عليها ويباصي ويطلع الكرة منه كويس. طيب، رمضان لعيب مش لا خلاف عليه، لازم أن يكون موجود في التشكيل الاساسي. برضه بدأ ليه ادوار مختلفه، بدأ يخش يلعب جوه في خط 18 او كتير قوي. اول ما جه ما كانش بيعمل الحاجات دي، بدأ يخش جوه 18، ممكن يخش جنب شريف. النهارده دخل جنب شريف كتير قوي. جنبه زيزو بسم الله ما شاء الله عليه. انا مش هقدر اقول لك زيزو ايه، انتوا عارفينه كويس. زيزو بسم الله ما شاء الله لعيب، يعني بسم الله ما شاء الله عليه، لياقته البدنيه كويسه برضه، بيجري طول الماتش. يعني انا شايف ان زيزو بيجري طول الماتش، ولعيب بسم الله ما شاء الله عليه، جايب النهارده جونين، هو راجل المباراه ويستحقها الصراحه. طيب، تريزيجيه النهارده كان بيلعب في المركز اليمين، جناح يمين، وبن شرقي كان بيلعب شمال. زيزو وبن رمضان كانوا بيبدلوا مع بعض، او كانوا حرين بمعنى صح. كان معاك ديانج قافل لك حته الدفاع، برمضان وزيزو براحتهم قدام. واحنا ما حسيناش اصلا ان الفرق عامل، يعني ما عملش خطوره كبيره قوي النهارده. فعشان كده تحس ان الماتش كان، يعني ديانج كان مقفل لك الدنيا ورا. جيم ما كانش قد كده النهارده، يعني كان مش وحش بس مش اللي هو جامد. من شرقي
برضه ما كانش ظاهر قوي، بس بدأ يظهر في الشوط الثاني شويه، بدأ يعمل ترقصتين ثلاثه وعمل اسيست حلو قوي لزيزو. شريف برضو جون حلو، بس شريف من ساعه ما جاب الجون ما ظهرش. طيب تعالوا مع بعض نتكلم الاول في ايه الاجوان اللي جات لنا. اول هجمه بداها الاهلي كانت في الدقيقه 9، كانت محمد شريف عرضيه من محمد هاني، الحارس صدها، حارس شيكا. مش عارف دي تقريبا كانت بروفا للجون. مفيش بعدها على طول في الدقيقه 10 محمد هاني مع تريزيجيه باصه لتريزيجيه، يقوم مديها له تاني 1 2 مع تريزيجيه عرضيه ويخش بدماغه محمد شريف. 15 الكرة برضو بن شرقي يرقص برمضان، قصدي يرقص ويباصي لشريف، شريف يشوطها تيجي في تريزيجيه تخش جون، لكن الفار يحسبها اوفسايد. بعد كده في الدقيقه 20 زيزو يجيب جون حلو قوي من برمضان، يعني زيزو اداها برمضان يرقص ترقيصه حلوه ويقوم رافعها عرضيه بدماغه زيزو. زي ما بقول لك اللي من رمضان كان بيخش كتير قوي جنب شريف. اهلي في اول 30 دقيقه من الماتش، او يعتبر الشوط الاول كله، الاهلي كان ماسك فاركو. يعني انا شايف ان الاهلي كسبان 2-0 في الماتش في الشوط الاول، كان يقدر يجيب 3 و4 في الماتش ده. 36 فاركو يعمل تسديده ولكن تطلع بره. انا شايف برضو من الشوط الاول ان بن شرقي وتريزيجيه الاثنين على الخط، الاثنين ماسكين الخط. هاني وكريم فؤاد بيلعبوا في العمق، بالذات هاني. كريم فؤاد كان ساعات بيخش على الطرف مع تريزيجيه مع بن شرقي، لكن هاني كان على طول في القلب، تحسه كان بيلعب خط نص، وتريزيجيه هو اللي كان بيلعب باك رايت او كان بيلعب على الطرف. ده 58 يبدا بن شرقي زي ما بقول لك يعمل ترقيصه حلوه جدا ويعدي بسرعته ويلعب اسيست لزيزو ويشوط ويجيب الهدف الثاني. في الدقيقه 68 يعني غريبه، انا مش فاهم ليه انت عملت التغييره دي يا ريبيرو، انت تنزل كوكا مكان ديانج، مش عارف انت بتريحه ولا ايه، بس انا بالنسبه لي التغييره دي غريبه. دي ادت ان فاركو يجيب في الجون، يعني ادت ان اول ما ديانج خرج من هنا فاركو جاب جون. طبعا غلطه من شوبير. محمد هاني برضو ممكن يكون مشارك معاه، مش عارف انت طلعتها لها كده ليه، كنت ممكن تلعبها على جنب، ولكن برضو في الاول هو كان مطلعها كورنر. شوبير ما قدرش المسافه او ما قدرش يمسك الكوره، فقام رجعها تاني للعيب، فمحمد فخري جابها جون. فتغييره كانت غريبه بالنسبه لي ان انت تطلع علي ديانج وتنزل كوكا. شريف كان حقك ان انت تخرجه، ما كانش ظاهر قوي بعد الجون، فتنزل جراديشار، فكانت حاجه حلوه. طيب الدقيقه 66 كده بدا فاركو يمسك كوره شويه، في الدقيقه 65 يجيب جون او 69 يجيب جون بعد غلطه شوبير. جون في الدقيقه 80 اسيست محمد هاني، باصه حلوه قوي جراديشار يرقص الحارس ويشوطها، جون جميل. في الدقيقه 82 ينزل طاهر ويخرج تريزيجيه. وبعد كده في الدقيقه 90 محمد هاني كان المفروض هيخرج. محمد هاني انا الطرد بتاع محمد هاني انا مش عارف يعني ليه، مش عارف الحكم اداله طرد ليه، انا مش شايف اللي هي مناسبه. انا مش عارف هو خد انذار في الدقيقه 82 ولا لا، مش عارف، تقريبا هو خد انذار. لو كان خد انذار فانت ممكن تكون معاك حق شويه، بس انا شايف برضو ان محمد هاني ما عملش حاجه. انا شايف ان محمد هاني كان لابس الاشاره بعد ما تريزيجيه خرج، فبيديها للعيب وبيجري، انت قمت مديله انذار تاني وطرد. انا مش شايف ان هي تستاهل طرد الصراحه، دي وجهه نظري. هاني اللي هيخرج، وطبعا بعد كده لما اتطرد اكيد ما عرفش يخرج، فقام خرج زيزو ونزل احمد رضا وخرج زيزو. طيب ده بالنسبه للماتش النهارده. ماتش النهارده النجوم اللي كانت موجوده اقدر اقول لك زيزو طبعا لازم يكون موجود. محمد هاني النهارده عمل ماتش عالمي والله، عمل ماتش حلو، جه عامل اسيستين، بس حته الطرد ديت كانت هو كان ممكن ياخد رجل المباراه مع زيزو، بس لولا الطرد اللي خده. ولكن طبعا هي تستحق زيزو عامل اداء عالمي زي ما بقول لك. زيزو يعني بسم الله ما شاء الله عليه طول الماتش بيجري، اللياقه البدنيه بتاعته كويسه جدا مع اليو ديانج. دلوقتي الاهلي هيبقى في المركز الثاني بعد ماتش النهارده، بيراميدز في المركز الخامس، الزمالك في المركز السادس لحد ما يلعب بكره، مودرن في المركز الرابع، زد في المركز الثالث، المصري في المركز الاول. والماتش الجاي هيبقى ما بين المصري وبيراميدز، هيبقى ماتش عالمي. طبعا الماتش الجاي للاهلي، هيبقى هيريح الماتش الجوله الثالثه.
الماتش اللي بعده هيبقى هيلعب غزل المحله في المحله. فطبعا بكره الزمالك هيلاعب المقاولين، هنكون معاكم بعد الماتش باذن الله. النهارده اتكلمنا مع بعض شويه في المباراه، ان شاء الله بكره هنتكلم معاكم على ماتش الزمالك ونقول لكم ترتيب الدوري بعد نهايه الدوري الثانيه، وهنتكلم مع بعض برضه شويه في مباراه الاهلي تحاليل كده ان شاء الله باذن الله. النهارده كنت بتكلم بس في الملخص، ودي ان شاء الله اللي هتبقى الايام الجايه. هيبقى ان شاء الله باذن الله بعد الماتش هيبقى في ملخص، وتاني يوم ان شاء الله هيبقى في تحليل عن الماتش او ابرز الحاجات اللي كانت موجوده في الماتش، مثلا من تحاليل الارقام والحاجات دي بالنسبه للاهلي والزمالك. طبعا المصري عامل اداء عالمي، المصري هو الفريق الوحيد لحد دلوقتي اللي كسب ماتشين. بقيه الفرق اتعادلوا اللي اتعادل ماتش وكسب ماتش، واللي اتعادل ماتشين واللي خسر ماتشين. فهو الفريق الوحيد لحد دلوقتي لحد ما الزمالك يلعب بكره، هو الفريق الوحيد اللي كسب الماتشين. الماتش الجاي هيبقى ماتش صعب بالنسبه له مع بيراميدز. بيراميدز عايز يكسب، عايز يعوض التعادل اللي اتعادلوا في اول ماتش مع وادي دجله. الفيديو النهارده زي ما قلت لكم ان شاء الله بكره باذن الله هنتكلم على ماتش الزمالك، وممكن نتكلم عن تحليل شويه ارقام وشويه تحليلات مع الماتش الاهلي، وممكن اخليها بعد بكره يبقى تحليل الزمالك والاهلي، واخلي بكره بس الزمالك وجدول الدوري. هشوف كده، وان شاء الله مع بعضنا بكره، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.